السبت 15 فبراير 2025 بيسمع سكان شارع مدرسة مي زيادة في منطقة المعمورة صوت صريخ واحدة ست جاي من شقة في الدور الأرضي. صوت الصريخ كان عالي ومفزع لدرجة إن هم على طول بلغوا الشرطة، والشرطة فعلا استجابت في أسرع وقت وتوجهت لمكان البلاغ. لما الشرطة وصلت الشقة لقت هناك ست عايشة مع أطفالها، وبسؤالها عن اللي حصل قالت إن هي كانت مقيمة في الشقة دي بشكل مؤقت، وإن الشقة كانت تخص محامي سابها تسكن فيها كنوع من أنواع التعاطف مع حالتها المادية الصعبة. وقالت كمان إن كان في أوضة معينة في الشقة نبه عليها إنها ما تجيش جنبها ولا تحاول إنها تفتحها، لكن في اليوم ده وهي بتنظف الشقة شافت آثار رمل باينة من تحت باب الأوضة، والفضول خلاها تفتح الباب، واللي شافته جوه الأوضة كان صدمة كبيرة. بلاط الأوضة كله كان متشال، وفي وسط آثار الرمل وده لأن الشقة كانت في الدور الأرضي كان في جثتين. نصر الدين السيد غازي من مواليد محافظة كفر الشيخ، بكالوريوس شريعة وقانون جامعة الأزهر، اشتغل محامي لحد سنة 2007 وبعدها سافر أكتر من بلد ورجع تاني بمشكلة سنة 2018. في الفترة دي أجر أكتر من شقة في أكتر من مكان في محافظة اسكندرية كان بيستخدمهم كمكاتب للمحاماة، والشقة اللي حصلت فيها الواقعة كانت واحدة من الشقق دي. الشرطة كانت قدرت تتعرف على الضحيتين، واللي كان واضح إن في فرق زمني ما بينهم. الضحية الأولى واللي كان واضح جدا إن عملية القتل تمت في مكان وبعدين اتنقلت للشقة دي، وكانت عملية الدفن معمولة بإحكام. الضحية الأولى كانت سيدة كانت متجوزة المحامي بعقد عرفي، وكان في مشاكل في جوازهم، ومن الواضح إن هو لقى إن دي أفضل طريقة يتخلص منها بيها. أما الضحية التانية فكانت ست في الستينات من عمرها، كانت عميلة عند المحامي ده بيترافع عنها في قضية وخسر القضية واختلفوا على الأتعاب، وواضح جدا هو حل المشكلة دي إزاي. بمواجهة المحامي اعترف فعلا بالجريمتين، والتحريات أثبتت إن هو كان مأجر أكتر من شقة مش بس في اسكندرية، في محافظات تانية كمان، في كفر الشيخ وفي البحيرة وفي الإسماعيلية. ومن ضمن الشقق دي شقة تانية في اسكندرية في شارع 45 صاحبها كان مأجرها للمحامي، ولما سمع الأخبار قلق وطلب من الشرطة إنهم يجوا يفتحوا الشقة. لما الشرطة وصلت الشقة لقوا بلاط الشقة كله متشال، واكتشفوا فيها جثة الضحية الثالثة. الجثة اللي لقوها المرة دي كانت جثة راجل، وقدروا يتعرفوا على هويته من متعلقاته الشخصية اللي كانت موجودة مع الجثة. الضحية الثالثة كانت المهندس محمد إبراهيم، واللي أهله كان قدموا بلاغ باختفائه من حوالي 3 سنين. المهندس محمد إبراهيم كان عميل عند المحامي، وقبل اختفائه بكام يوم بلغ أهله إن هو رايح للمحامي اسكندرية عشان عنده شقة وعربية عايز يبيعهم. بس اللي خلى أهله يقلقوا إن في يوم وصلت لهم رسالة بصوته بيقول لهم فيها إنه باع الشقة والعربية، وإنه هيتجوز أوكرانية ويروح يعيش معاها في شرم الشيخ. وبعدها تليفونه اتقفل. صوته في الرسالة اللي المفروض بعتها لأهله عشان يطمنهم كان مش طبيعي، وطلب من أخته إنها تسلم على جوزها رغم إنه عارف إن جوزها توفى من 3 سنين. ده خلى أسرته تقلق وعلى طول تروح تقدم بلاغ في اختفائه، وذكروا في البلاغ إن المحامي كان آخر شخص يتعامل معاه. وبالفعل تم التحقيق مع المحامي، لكنه خرج يومها لعدم وجود أي أدلة تثبت علاقته باختفائه. ولحد دلوقتي المحامي بينكر علاقته تماما بالضحية الثالثة على الرغم من اعترافه بالضحيتين الأولانيين. بعد انتشار خبر القبض على المحامي وصل للشرطة بلاغات كتير عن شقق متأجرة ومقفولة، ودايما الشقق كانت بتبقى في الدور الأرضي. وما زالت التحريات مستمرة، ووصلوا لأنه مأجر يمكن أكتر من 20 شقة. القضية دلوقتي فيها 8 متهمين، والنيابة قررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة القضية عشان يعرفوا مين كان متستر على المجرم ومين ليه علاقة بالقضية ومين بريء. القضية لسه ما خلصتش والتحقيقات لسه شغالة وهتكشف تفاصيل كتير. استنونا هنتابع تفاصيل القضية في قضايا غريبة شوية.